السلام عليكم متابعيني الغاليين، يا رب تكونوا في احسن صحه واحسن حال. الطشه مش للملوخيه بس، الطشه عشان تعملي طاجن كشك المازه يشرفك كده في عزومات رمضان ان شاء الله. النهارده هقول لك على اسهل طريقه تعملي بيها كشك المازه من غير ما تحطي رز ومن غير ما تحطي زبادي. تعالوا كده نسمي الله، بس ما تنسيش لايك وشير. سميت الله ومعايا معلقه كبيره من السمنه، ومعايا بصلايه مقطعه حلقات بس تكون حلقات صغيره، ومعايا معلقه من السكر. السكر هنا بيدي لون حلو جدا للبصل، لون كرمله كده ذهبي جميل جدا. هنسيب البصل على نار متوسطه ياخد اللون الذهبي الحلو، وجبت كوبايتين كبار من الشوربه وكوبايه من الحليب. وتعالوا بقى نعمل احلى كشك المازه. حطيت 3 معالق كبار من الدقيق. طبعا الشوربه بتاعتنا متظبطه، دي شوربه البط اللي احنا عملناها مع بعض ومتحوجه وتمام التمام. لقيتيها محتاجه ملح حطي، بس انا حطيت معلقه صغيره من مرقه الدجاج البودر، بتدي تست حلو جدا. بدوب الدقيق على البارد، وبعد كده بولع النار على نار متوسطة خالص علشان الدقيق يستوي. انا عايزة الدقيق طعمه ما يكونش باين في الكشك، فبنوطي النار خالص ونسيب الدقيق يستوي، بس من الوقت للتاني بتقلبي عشان ما يكلكعش. بقلب طبعا على طول كده على نار متوسطة، كل ده نار متوسطة عشان الدقيق يستوي براحته خالص. هنا كان البصل بدأ يتكرمل وياخد لون ذهبي حلو. اول ما يبدأ ياخد اللون الذهبي الظريف ده بطلعه على طول، ما تسيبوهوش اكتر من كده عشان ما يغمقش. هتيجي تحطيها على الطاجن او في الطبق يعني على الكشك، هيبقى شكله مش ظريف خالص. بصفي بقى كده من السمنة واطلعه، خطير تحفة كريسبي وجميل جدا. بسيب معلقة من البصلة واخد بقى واعمل طشة. الطشه دي بتفرق جدا، بتدي طعم حلو جدا للكشك. بقلب، واول ما يوصل للقوام المناسب، ده القوام بتاعه كريمي وحلو جدا. ما تقليش اكتر من كده علشان هو لما بيبرد بيتقل. طب لو لقيتيه تقل منك خففيه بكبشتين من الشوربه كده. طب لقيتيه خفيف تجيبي نص كوبايه من الشوربه دوبي فيها الدقيق، وبس يكون الشوربه بارده. وهنا ما شاء الله كده القوام، بصوا قوام كريمي خطير. اهم حاجه ان انت تقلبي على طول عشان ما يكلكعش منك. اغرفي بقى، بحب اغرف في الطاجن عشان الطاجن بيبقى شكله ظريف جدا على ترابيزه السفره. بحط بقى البصل، بص البصل عامل ازاي، خطير مكرمل وتحفه وكريسبي خطير. احلى طبق كشك المازه هتعمليه، طريقه سهله وبسيطه، ولا حطينا رز ولا حطينا زبادي ولا اي حاجه، شويه لبن شويه شوربه. بس اهم حاجه ان الشوربه تكون شوربه سمينه. الشوربه بتاعتك سمينه ومظبوطه هتاكلي احلى كشك زي كده شوربه البط اللي احنا عملناه مع بعض. خطير، شايفين الجمال والحلاوه؟ احلى كشك هتعمليه. تجيبي بقى كده العيش وتاكلي وتدعيلي. يلا بقى ما تنسوش لايك وشير وسبسكرايب، واشوفك في فيديو جديد ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.